ابني بقى بيزعق وبيتعصب وانا مش عارفه اتعامل. كتير من الامهات بيقولوا الكلمه دي اول ما ابنهم يدخل مرحله المراهقه، وفجاه بنحس ان الطفل الصغير بقى صوته عالي وردوده حاده كانه بقى شخص مختلف تماما. بس الحقيقه اللي لازم نفهمها ان صوت المراهق بيعلى لما مشاعره تكون اعلى منه. هو مش بيتحداكي ابدا، هو غالبا مش عارف يعبر عن اللي جواه. ضغط مدرسة، مقارنة بأصحابه، تغييرات في جسمه، احتياج للاستقلال، كل دي تغييرات هو مش عارف يتعامل معاها، وكل ده بيحصل بسرعة أكبر من قدرته على التنظيم. أول غلطة بنقع فيها إننا نرد بصوت أعلى، فالموقف بيتحول من حوار لمعركة. الصح إيه؟ لما تلاقيه بيعلي صوته خديه على جنب، بس خلي بالك بعد ما الموقف يهدى، مش وانت متعصبة، وهو كمان مش لازم يكون في قمة انفعاله. قدري مشاعره، قوليله بهدوء انا فاهمه انك متضايق، ممكن نتكلم دلوقتي ولا لما تهدى. لما تديله اختيار انت بتعلميه انه يتحكم مش يتمرد. المراهق بيكون محتاج حد يحتويه مش حد يكسره، ومحتاج حدود واضحة بس بنبرة هادية. افتكري كمان انك لما تكوني هادية ابنك كمان بيتعلم يكون اهدى. اكتبي لنا سن ابنك في كومنت وهنقولك الاسلوب المناسب لمرحلته.